مساء الخير على أحلى متابعين في الدنيا. وحشتوني يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير كتير. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. النهارده كان الغدا سهل وبسيط وما خدش وقت خالص. وطبعا احنا بعيدا عن الحيرة يعني كده ان شاء الله كده. احنا كل يوم محتارين عادي يعني ما عملناش حاجة جديدة. المهم يا بنات، انا جبت هنا كان عندي اجنحة. الاجنحة دي جميلة 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 بصراحة، يعني انت بتقدري تشكلي فيها زي ما انت عايزة. بصراحة أنا كانت عندي الأجنحة دي طلعتها وعلقت على حلة وحطيت فيها معلقة سمنة، وقلت أشوح الأجنحة. المهم حطيت ورق لورا وفلفل اسمر وملح وطماطمايه وبصلايه وشوحتها شويه. وبعد كده نزلت شويه بسله، كان عندي شويه بسله، لو ما عندكيش برضو عادي، انا وكانت متوفره عندي حطيت شويه بسله وبهارات الكبسه. وقلت اعمل شويه كبسه رز بسمتي كده في قلب الاجنحه، بصراحه كانت طعمها تحفه 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 جميله. جبت طبعا الرز قبلها وغسلته وبليته حوالي نص ساعه علشان يزيد معاك ويبقى جميل كده. المهم انا جبت لك الخطوات اهيت بالظبط والله زي ما انا ماشيه واحده واحده. انا طبعا هنا بعد ما الفراخ اتشوحت زودتها ميه وحطيت البهارات بتاعتها. 7 بهارات وكركم وكاري وبهارات الكبسه وكل البهارات انا حطيتها، وكنت غسلت الرز وحطيته وحطيت القعد بتاعه. لو انت عايزه تزودي شوربه ماشي، لو عندك اللي هي المرقه العاديه. ايا كان عندك شوربه طعمها ايه ممكن تحطها عادي، ما عندكيش ممكن تستبدلي بميه برضو ما فيش مشكله، مش هتقولك لا. وكان الرز اتشرب معايا واستوى وكان زي العسل. وما شاء الله ما شاء الله بالف هنا وشفا، كان سكر بصراحه. الاكله دي احنا بنعشقها يا بنات والله. وكان فايض عندي طبق مكرونه كده من امبارح، كنت عامله مكرونه وبانيه. وكان فايض عندي قطعتين بانيه ما كنتش محمراهم، طلعتهم وحمرتهم. شايفين جمال الاجنحه يا جماعه، مستويه في قلب الكبسه وفي قلب الرز، والرز مستوي والحبايه بتاعته، ولا اللون بتاع الرز يا بنات والله، ولا مش هكلمكم بقى على الطعم والريحة وجماله، بصراحة تحفة تحفة. وكانت أكلة ودفتنا، مش هقولك يعني، كانت احنا اكلناها في وقت البرد وكانت سخنة. المهم اكلنا وشبعنا والحمد لله والله، وكانت اكله جميله. وحيره كل يوم على الطبيخ، وانت بتغيري يا بنات يعني انت. بصي اي حاجه اي حاجه طلعيها اعملي فيها اي تكايه هتبقى زي السكر والله. والاجنحه دي انا بعملها في بطاطس، صينيه بطاطس في الفرن بالاجنحه، هعملها معاكم. بعملها في الفرن، بحطها في صينيه وبحط عليها خلطه طماطم وفلفل وبصل وعفوا فلفل اسمر وملح وبدخلها الفرن تستوي لوحدها كده وبتاخد اللون في الفرن وبتبقى طعمها زي السكر، برضو بتبقى جميلة. يعني اي حاجة عندك ما تقوليش لا عليها، بصراحة انا بجيبها وبستعملها وبتبقى جميلة وطعمها زي السكر وحلوة. ومفيش اي حاجة. طبعا احنا زي ما كنت مسخنة طبق المكرونة وعملت سلطة ومخلل الزيتون بتاعي التحفة الجميل دوت اللي ما بستغناش عنه خالص. ومع الرز والحمد لله وكلنا، والف حمد وشكر لك يا رب. واقل لقمة والله العظيم يعني ايه، بتراضينا وبتراضي ولادنا وبتعدي يومك. ودايما شوفي والله العظيم انا بطبخ واقول يا رب هنطبخ ايه تاني بكره. يعني انا برضو بحتار زيكم، مش ما بحتارش والله. بس انا مقدره كده والله يا حبيبتي، ومقدره ان انت شايله على دماغك حاجات كتير خالص وبتفكري في حاجات كتير خالص. شايفين يا بنات؟ شايفين الجمال بتاع الرز والله العظيم والاجنحه مستويه. حتى لو انت ما انتش عايزه تعملي اجنحه ممكن تعملي دبابيس فراخ او اوراق او قطع صدور ايا كان، ممكن تستبدلي بدل الاجنحه الحاجات اللي انا بقولك عليها مجزئات الفراخ التانية. او ممكن تستبدلي بدل الفراخ خالص، ممكن تعملي لحمه تبقى كبسه اللحمه، كبسه باللحمه. ايا كان انت بتبقى عندك بتغيري. ما هو تغيير بقى، مره رز مره مكرونه مره رز بشعريه مش عارفه ايه مره. المهم انت بتحاولي تغيري وتجددي في طبيخك عشان ما تزهقيش وولادك ما يزهقوش، وتبقي انت بتاكلي وانت مرضيه ليه، برضا ولادك حواليك. هنا طبعا نيجي بقى للحلو، انا حبيت اعمل حاجه حلوه برضو بمناسبه الدفا، لان الجو النهارده كان برد جدا. ولادي بيحبوا البليله جدا يا بنات، انا سهله سهله فوق ما تتخيلي. انا جبت غله وغسلتها كويس جدا من عند اي عطار تعرفيه جنبك او في البلد اللي انت فيها. بتجيبي الغله دي، اصلا معروفه ان هي غله بتاعت البليله. فبتجيبيها، انا بليتها يا بنات ساعه او ساعه يعني ساعه وشويه كده. والمهم علقت عليها
بعد ما اتسلقت وبعدين غيّرت المَيّة بتاعتها، عملت لها مَيّة نضيفة، هي ما بتغيبش في السِوَى طالما أنتِ بلّتيها فما بتغيبش خالص، أهم حاجة الحبّاية تيجي تتّكي عليها بإيدِك كده تلاقيها مستوية معاكِ وبتبقى جميلة. أنا هنا جِبت الكاسات بتاعتي وعملت إيه، فضّيت زي ما أنتم شايفين كده وكنت غليت اللبن على النار. اللبن أنا غليته عادي، بتحطّي له السُكّر بتاعه وبتحطّي له باكو فانيليا بيدّي له ريحة يعني و وطعم حلو. وبعد كده غليته وإيه، وطفيت عليه. جِبت طبعًا كيس كريم شانتيه، حبيت أعمل فيها افتكاسة جميلة كده بصراحة، بتبقى جميلة وتحفة، جربوها والله وما هتندمي ومش هتفكري أصلا إنك تشتري بليلة تاني من بره، وحاجة جميلة وبتدفي والله في الشتا ده. المهم جبت كيس كريم شانتيه وقمت إيه، فنجان لبن ساقع متلج، حطيته مع معلقة سكر وبدأت أضرب بالمضرب لحد ما عمل الفوم اللي احنا عايزينه الجميل اللي احنا بنستناه كل مرة ده. بصراحة تحفة تحفة تحفة. وطبعًا كنت حطيت الغلة في الكاسات، بس مش هاحط عليها اللبن دلوقتي إلا لمّا أخلّص الكريم شانتيه زي ما أنتم شايفين. بتفضلي تلفي فيه كده، أصلًا هو بيقوم عامل فوم لوحده كده بالمضرب. بس أنتِ أهم حاجة لو حطيتِ مَيّة، ممكن فنجان مَيّة متلج أو فنجان لبن متلج، أهم حاجة ما تكتريش عن كده عشان ما يبقاش سايل معاكِ ومش هيطلع بالفوم اللي أنتِ عايزاه والجمال اللي أنتِ عايزاه. هنا يا حبايبي أنا حطيت هنا اللبن، بدأت أحط اللبن أهوّة سخن على الغلة. فأنتِ ما برضه على حسب الرغبة، يعني مثلًا مش عايزة تكتّري غلة، بتقلّلي، عايزة بتكتّري لبن، يعني على حسب رغبة اللي حواليكِ أو اللي هياكلوا الحاجة يا بنات. المهم هنا كنت حطيت اللبن على الغلة خلاص، هاجيب الكريم شانتيه وأقوم حاطاه بقى على الوش كده، على وش الكاس كده. بصراحة ادّى له نكهة جميلة، جميلة وطعم خيال بصراحة والله العظيم. أنا ما باحبش البليلة بتاعة برّه، اللي هي بيتحط عليها قشطة، بيتحط عليها كميات مكسرات كتير، تيجي تاكلي ما بتبقيش قادرة تكمّلي الطبق. ده طبق طبيعي أنتِ عاملاه على إيدِك، ما فيهوش كمية السكريات والسمونية بتاعة القشطة أو أي حاجة أي إضافات تانية. أنتِ بتعمليه في البيت والله العظيم يا بنات، جرّبوه وهتدوقيه والله ما هتبطّلي تعمليه طول الشتا. بصراحة تحفة، تحفة، تحفة. وأي تزيين عندِك بقى، أي حاجة بتزيني بيها، زبيب، سوداني، جوز الهند، شوكولاتة فرماسيه، شوكولاتة اللي هي القطع اللي هي بونبوني، أي شوكولاتة، بسكوت مثلًا أوريو كده وتهريه وتعمليه وتزوقي بيه. المهم أي حاجة عندِك بتحطيها، يعني بتزوقي بيها الطبق بتاعِك أو الكاس بتاعِك وبتاكليه بألف هنا وشفا، وبيبقى ساخن وطعمه جميل وبيدفّي، وحاجة حلوة برضه بتشجّع الولاد على المذاكرة وبتشجّعِك كمان وبتدفّي، وحاجة أنتِ بتبتكري كده في بيتِك ودنيتِك كده. ويا رب يخلّيكِ لولادِك ويخلّيهم لِك يا رب وتفرحي بيهم ويفرّح قلبِك بيهم. وبألف هنا وشفا يا حبايبي على قلبكم. وأشوفكم يا رب على خير، وأتمنى إن أنتم تدخلوا وتعملوا لي اشتراك على القناة بتاعتي المتواضعة، وتدخلوا تعملوا لي لايك عشان يوصل لكم كل جديد. وشرف ليّا يا حبايبي متابعتكم ديّة، وأنا مبسوطة جدًا، جدًا إن أنا معاكم، وربنا يخليكم ليّا يا رب وما يحرمنيش منكم أبدًا. ومع ألف، ألف، ألف سلامة يا حبايب قلبي، وأشوفكم على خير يا رب الفيديو الجاي، وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. ادخلوا يا بنات اعملوا طريقة الكبسة دي هتعجبكم جدًا، وادخلوا اعملوا طريقة البليلة ديّة تحفة والله ما هتبطلي تعمليها طول الشتا. بصراحة تحفة، تحفة، تحفة. وبألف هنا وشفا على قلبكم يا حبايب قلبي، وربنا يعطيكم يا رب ويديكم الصحة ويرزقكم برزق ولادكم، ويخلي لكم أولادكم ويخلي لكم لهم يا رب. اللهم امين، ويجعلها ايام مفترجه علينا. اهم حاجه يا حبيبتي طول ما انت شغاله تصلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستغفري ربنا، وربنا يرضيك يا رب ويعطيكي ويخلي لك اولادك يا حبيبتي. مع الف 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 سلامه يا حبايب قلبي.